مساء الخير يا حبايبي، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا بقى مسقعه باللحمه المفرومه جميله جدا، تحفه ما شاء الله. شايفين جمالها؟ عملناها بطريقه جديده وجميله تعجبكم جدا وصحيه كمان. عملنا معاها كده بطاطس محمره وحطينا كده زيتون وليمون معصفر وزيتون معصفر برده واناناس وطبقه كده خضار، خيار وفلفل كده اخضر جنب الاكل. ده اكلنا النهارده، ده غدانا النهارده حبايبي. كل حاجه كده شايفين، هي العين سبحان الله بتاكل قبل البق. بتشوفوا منظر. عايزه كده قبل ما اقفل معاكم هوريكم بس شكل المسقعه ده قبل ما اقفل كده، ونروح نشوف الفيديو ده هيتعمل ازاي. شايفين قطعها بقى كده؟ شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله؟ عايزه اوريكم بس منظر القالب. شايفين اللحمه جميله جدا، بصوا الريحه بقى ما اقولكوش جميله جدا ما شاء الله. ندوق كده مع بعضنا. طعمها روعه، ملحها مظبوط، كل حاجه فيها جميله ما شاء الله. يلا بينا نشوف الفيديو ده اتعمل ازاي. طبعا هنحط عيش بقى او خبز جنب الاكل. كيلو ونص بتنجان زي ما قدام كده، البتنجانه الكبيره. طبعا اول حاجه كده هناخد العين ده هنطلعه، دي اول حاجه كده في البتنجان. وهنقشر بقى الايه القشره الاولانيه دي كده. شايفين؟ قشر خفيفه بس كده بالمنظر ده. وهنيجي بقى ناخدها كده بالطول وهننزل كده بسم الله. الفنجانه طبعا تكون ما شاء الله قلبها ابيض من جوه، ما تكونش مبزره. هنعملها شرايح بقى كده. شايفين؟ سهله وبسيطه خالص، ما فيهاش اي حاجه. هنقطعها بقى كده او اي حاجه عندك او على ايديك، ما فيش مشكله. او ممكن على ايدينا كده. فنجان بسم الله ما شاء الله ابيض زي الشهد من جوه ما شاء الله. واحده ثانيه قدامكم اهيت. هيكون فيها قشر بس يكون بسيط. هقطع بقى الكميه اللي معايا بقى، نرجع لكم ان شاء الله. حاجه بقى نشوف هنعمل ايه. ده هنرصه رصه كده فرح بعض. دي اول حاجه هنفرد ورق زبده. ده ورق عادي، ورق عادي خالص مفيش اي مشكله. طبعا لما يتحط على البتنجان على الزيت هيبقى عامل زي ورق الزبده بالظبط، مش نقلقه خالص ولا بيتحروق ولا اي حاجه. يبقى كده البتنجان هنرصه رصه فرح بعضه كده بالمنظر ده. بالمنظر ده كده. انا هرص كل البتنجان بقى وهرجع لكم بقى نشوف هنعمل ايه تاني. الخلطه اللي احنا هندهنها علشان مش نستهلك زيت كتير في القلب، ده افضل طريقه وتكون صحيه في الفرن. هنحمرها في الفرن. هنجيب بقى معانا كده مع حوالي معلقتين صلصه زي ما قدامكم كده، وعليهم شويه بابريكا، معلقه بابريكا، شويه ملح مبار، معلقه ملح مبخر، وشويه زيت، حوالي ربع كوبايه زيت. تمام؟ يعني لو تيجي انا كده قلبته على الجنب التاني وهبدا بقى بالوش بقى هو كمان كله بقى. مش هتحتاجي بقى انك تقلبي تاني. لو انت اللي احمرت هتقلبيها. هندخله بقى الفرن حبايبي على نار عاليه عادي، علشان طبعا ما يشفش معانا. على نار عاليه عادي على 180 درجه عادي، عشان يطلع معانا طري وجميل. طبعا احنا معصجين اللحمه مع بعضنا قبل كده ان شاء الله. هنزل لكم صندوق اللحمه المعصجه والبشاميل في فيديو واحد في صندوق الوصف. المنظر ده جميل بسم الله ما شاء الله. وفر عليك زيت كتير، مش بتتعبي بتاع، بتكون وصفه صحيه. هندخلها بقى الفرن. معانا بقى فلفل متقطع كده مكعبات او شرايح طويله براحتكم انتوا خالص. طبعا التقطيع اللي انتوا محتاجينه كده. عندك فلفل الوان بقى، انا عندي في الفريزر بس هحطه بقى في الاخر عشان بيبقى في الفريزر بيبقى ايه نص سوا، فانا هحطه على المسقعه على طول على اللحمه وانا برصها بالمنظر ده. معانا بقى زيت هنحطه بقى كده، ده زيت بطاطس عادي. نحطه بقى كده يتحمر تشويحه كده خفيفه. شوحه بس كده، يعني هنتبلوه يا دوبك يحمر حاجه بسيطه. وطبعا بناتي بيحبوا الفلفل لازم كان متحمر شويه.
يبقى كده وياخد لون بسيط كده مع التقليب بقى كده حبايبي. ولما يتحمر بقى ان شاء الله وهنجهز حاجتنا صلصتنا وحاجتنا ونشوف هنعمل ايه بعد كده الخطوه. نروح على البتنجان شايفين شكله اتحمر وجميل جدا ما شاء الله. هنرجع تاني بقى كده نجمعه بس بقى عشان نعمل الصينيه مع بعض. هبدا بقى كده والقطعه الكبيره هنحطها هنا فوق هنا كده داير ما يدور بقى عشان طبعا لما نقفل. بالمنظر ده. وطبعا هنسيب كذا واحده نحطها على الوش عشان نقفل بيها. هبدا بقى معايا اللحمه المفرومه طبعا انا عاملاها من غير صلصه ناخد بالنا. هنحط صلصه على الوش بس بعد الاول كده ما نحط شويه لحمه مفرومه. طبعا انا مفرزاه. هنبدا كده نحط اللحمه بقى زي انت ما تحبي بقى اللحمه اللي انت حابه تحطيها قليل كتير انت براحتك. حابه تحطي انواع جبن حطي. انا دلوقتي مش هيحبوا الجبن. انت عاملاها قبل كده في مع الفراخ ما حطيتهاش الجبن حابينها تبقى كده بدون جبن. حطيت حوالي ربع كيلو لحمه بسم الله ما شاء الله بالمنظر ده. حط كمان معلقه كده بالمنظر ده حبايبي داير ما يدور كده بالمنظر ده شايفين بسم الله ما شاء الله. وكده حطينا رصه اللحمه معانا بقى الفلفل الالوان ده متفرز طبعا فبيبقى نص سوا هنحطه كده فوق اللحمه. وطبعا لسه هنحط اللهم صل وبارك على سيدنا محمد شويه صلصه عشان انتوا عارفين ان اللحمه دي متفرزه بدون صلصه. وادي الفلفل اللي احنا حمرناه طبعا هنبدا برده نوزعه كده. طبعا الفلفل المحمر برده طبعا شكله حلو والريحه احلى طبعا سبحان الله. هنيجي بقى كده نحط شويه صلصه عشان طبعا انتوا عارفين زي ما قلت لكم ان اللحمه ما فيهاش صلصه عاملينها بدون صلصه عشان المكرونه. فعلى ساعه ما تعملي سلطه مسقعه تحطي صلصه بقى. دي صلصه كانت متفرزه هبدا ان انا احط حوالي شويه كده علشان اللحمه. وطبعا اللحمه عليها ملح وتوابل وكل حاجه مش محتاجين اي حاجه. والبتنجان كمان احنا حاطين له برده توابل في خلطه الزيت والصلصه كده كويس عشان هسيب شويه علشان اكمل بقى على الوش. وهبدا كده احط كده بقيه البتنجان كده في النص كده عشان طبعا انا هقفل بقى خلاص. وهبدا بقى ان انا اخد الطرف ده كده كده شايفين. طبعا هضير كده البتنجانه دي كده عشان طبعا فاتحه من على الجنب ده. وهبدا كده ان انا اخد داير ما يدور كده هقفل بقى بمنظرها جميل وشكلها جميل ما شاء الله. هنا هتعوز قطعه البتنجانه طبعا هبدا ان انا احط لها هنا كده سايبه بقى قطعه هنا كده عشان لو انا حبيت ان انا ازود بتنجان. ودي كده شايفين صينيه المسقعه جميله قوي. هبدا بقى كده انا هزود شويه ميه على الصلصه لان انا عايزه صوص كده لان كل حاجه ناشفه زي ما انتم عارفين. هزود شويه صوص كده ميه شويه ميه مع الصلصه علشان طبعا ايه احط بقى صلصه كده على البتنجان. انا زودت بقى كده الصلصه هبدا بقى ان انا اوزعها على البتنجان حاجات بسيطه لان انا مش عايزه في المسقعه صلصه كتير. وهندخلها بقى الفرن يكون الفرن حامي طبعا على الشبكه حبايبي طبعا عشان ايه تبقى سواها حلو كده ومظبوطه. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الفرن كده ان شاء الله يا حبايبي. انا ما رفعتش الشبكه بتاعت الفرن جامد زي ما انتم كده شايفين بسم الله ما شاء الله. انا هسيبها بقى كده خلاص انا بحمر وشها هي ما عادش فيها ما فيهاش دلوقتي الا زيت بس ولا بيغلي كده حبايبي بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ادي صينيه المسقعه جميله جدا بصوا ما اقولكوش بقى الريحه جميله جدا. يا رب تكون فيديوهاتي يا رب تكون فيديوهات تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بتفتح لي كده وتصور